قبل ما نبدأ الفيلم عاوز أعرفك إن ده الجزء الخامس من توي ستوري، والدنيا كلها مقلوبة عليه، وده معناه إن فيه 4 أجزاء غير ده. ولو عجبك الملخص اكتبلي في كومنت إن ألخصهم، وده طبعا بعد ما تشترك في القناة علشان خلاص قربنا نكمل 100,000. وبيبدأ الفيلم بشخص ما وهو بيفتح عينه بيبص حواليه فبيلاقي واحدة من لعب باز يطير، وهو كمان بيطلع باز يطير ولكن بيبقى متحدث. بيبص حواليه فبيلاقي كتير زيه في العلب بتاعتهم، بياخدها جري على الكونتينر بتاعهم ولكن بيلاقيهم لسه ما اشتغلوش، وبيفضل يشغل فيهم واحد واحد وبيجمعهم كلهم علشان يستكشفوا المكان اللي هم فيه. بيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لشاطئ تاني، فبيفهموا ان هم على جزيرة في نص المحيط. بينصدموا وبيرجعوا تاني يولعوا نار وبيقعدوا حواليها، وواحد فيهم بيشوف النجمه دي في السماء فبيقول لهم يا جدعان شايفين اللي انا شايفه؟ فبيقولوا له فين؟ فبيقول لهم ما هي قدامكم اهي النجمه اللي فوق دي. فبيقولوا له يا عم ربنا يخليها لك، نعمل ايه برضه؟ فبيقول لهم يا اغبياء هنعمل سفينه ونرجع الكوكب بتاعنا. الكل بيعجبوا الفكره وفي ثانيه بيعملوا المركب وبيعوموا ناحيتها، وبنفهم ان دول العاب حديثه من باز يطير ولكن وقعوا في الجزيره دي. وبعدها بنشوف ذكرى قديمه لجيسي هي وايميلي اللي بتكتب اسمها على جزمتها وبتقول لها بكده عمرك ما هتضيعي مني ولا هنبعد عن بعض ابدا. وبيفضلوا يلعبوا مع بعض طول اليوم. ومعلومه كده علشان تندمج معايا، ايميلي دي هي اول صاحبه لجيسي. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف بوني وهي بتقول لها احنا عمرنا ما هنبعد عن بعض ابدا، وبتعمل فرح على الضيق كده للاستاذ شوكا والجماعه بتاعته، والبتاع ده بيفضل يعيط. الالعاب بتندمج في القصه وجيسي بتقول لهم انتم دلوقتي متجوزين رسميا. بيديلها قبلة الوداع وباز بيبص على جيسي وبيكون هيموت ويعترف لها بحبه، ولكن مرة واحدة التورته بتطلع مسممة والديناصور ده بيموت، وجيسي بتفضل تصرخ ولكن بيحضر البطل باز وبيعملوا تنفس صناعي. الديناصور نفسه بينصدم والكل بيبقى قرفان، ولكن بوني بتبقى عاوزة كده. ومرة واحدة بتشوف العربية دي جاية فبتجري تستخبى ورا الشجرة دي. اللعب كلها بتستغرب من اللي بيحصل، فجيسي بتقول لهم دول التوأم رجعوا تاني. فباز بيقول لها بارني مسكينة كل الوقت ده ومش عارفة تقول لهم يلعبوا مع بعض. فجيسي بتقول له مش المرة دي، وبتروح ناحية بيتهم وبتعمل صوت. بارني بتجري عليها وبتمسكها، فالتوأم بيبصوا لها بتتكسف جدا وبتقول لهم ممكن نلعب، وما بتلحقش تكمل وبيسيبوها وبيمشوا. بتلم كل الالعاب وبتدخل البيت وبتروح لابوها وامها وبتقول لهم هو ليه ما حدش عاوز يبقى صاحبي؟ بينصدموا جدا وبيحضنوها. جيسي بتتعصب وبتقول لباز انت المسؤول مكاني لحد لما ارجع. فبيقول لها انت رايحه فين؟ فبتقول له علشان الاقي طريقه اخليهم يلعبوا معاها. بتروح هي والحصان بتاعها لحد البيت وبتفضل تتسحب لحد لما بتشوف توأم كل واحد فيهم ماسك جهاز حديث وبيلعبوا بيه. وجيسي بتستغرب لما بتشوفهم ما بيتحركوش من مكانهم. البتاع ده بيطلع لها وبيقول لها هو انت ما عرفتيش اللي حصل؟ فبتقول له لا احكي لي. فبيقول لها عصر الالعاب انتهى. فبتقول له ازاي يعني؟ فبيقول لها الكلام ده من سنين، انت كنت فين؟ فبتقول له البيت اللي في وشك هناك ده، وبلعب مع صاحبتي عادي. الالعاب كلها بتظهر وبتنصدم وبيقولوا لها بجد؟ فبتقول لهم هو انتوا عبطوا ولا انا اللي اتجننت ولا في ايه بالظبط؟ فبيقولوا لها خلاص الاجهزه احتلت العالم والاطفال نسيت يعني ايه العاب. فالبتاع ده بيقول لها نصيحه مني شوفي اي صندوق استخبي فيه. فبتقول له لا 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 تلاقي الموضوع ده ترند وهيقعد فتره ويختفي. فاللعبه دي بتقول لها هيختفي؟ طب تعالي شوفي بنفسك. بتطلع فوق البيت وبتشوف كل الاطفال اللي في المدينه وهما بيلعبوا بالاجهزه ما عدا طفله واحده وهي بوني. فجيسي بتقول للحصان بتاعها انا كده فهمت هي ما عندهاش صحاب ليه، علشان ما فيش حد شبهها، وما تقلقش بوني عمرها ما تقدر تستغنى عنك. في نفس الوقت اهلها بيكونوا مترددين يجيبوا لبوني الجهاز ده ولا لا، ولكن في الاخر بيطلبوه. تاني يوم بوني بتمسك الجهاز وبتقول لأهلها ده أنا كان نفسي فيه من زمان، والألعاب بتكون هتتشل. وبوني بتفتح الجهاز اللي بيقول لها أنا اسمي ليلي باد. ومن بعدها بوني بتبقى في عالم تاني، وجيسي بتبقى شايفة اللي بيحصل وبتعرف إن هم داخلين على أيام سودا، وباقي الألعاب بتبقى واقفة مستنية بوني علشان تلعب معاهم. ولكن الأستاذة بتفضل طول اليوم بتلعب بليلي لحد تاني يوم الصبح. أبوها بيروح لها وبيقول لها أنت ما نمتيش من امبارح؟ طب سيب اللي في إيدك ده علشان ناكل. بتسيب ليلي بالعافية، واول لما تخرج من الاوضه الالعاب كلها بتجري على جيسي وبيقول لها هنعمل ايه؟ فبتقول لهم اهدوا بس انا هروح اكلمها وفهمها النظام هنا ماشي ازاي. فباص بيقول لها خليكي رويحه. فبتقول له عيب عليك. بتروح لها وليلي بتقول لها عامله ايه؟ فجيسي بتقول لها اسمعي يا بتاع انتي، انا وباقي الالعاب قعدنا طول الصيف نساعد بوني علشان يبقى ليها اصحاب، وانت جيتي بوظت كل حاجه. فبتقول لها اه وايه كمان؟ فبتقول لها الطفله لازم تتعلم تعمل صحاب. فبتقول لها بس كده اعتبر الموضوع
الموضوع حصل. بتعمل شويه حاجات وبتقول لها الموضوع اتحل خلاص. فبتقول لها ازاي يعني؟ فليلي بتقول لها انا بعت طلب صداقه لكل اصحاب باني اللي في الدرس. فجيسي بتقول لها بس انا مش شايفه حد في الاوضه. فبتقول لها كلهم موجودين هنا، وكمان في واحد قبل طلب الصداقه. باقي الالعاب بينصدموا وبيقولوا ايه السرعه دي. جيسي بتتعصب وبتقول لها كل ده وهم، الصديق الحقيقي لازم يبقى موجود هنا. فبتقول لها ياه الكلام ده كان ايام جدي، دلوقتي بقى فيه تكنولوجيا سهلت علينا كل الكلام ده، انا عارفه ايه الصح لباني. فبتقول لها انا ربيت 3 اطفال، ايميلي واندي وباني، عارفه ده معناه ايه؟ فبتقول لها ده معناه انك عجوزه وبتبحث عن الاصدار بتاعها. فجيسي بتجري عليها وبتفضل تضربها. فبتقول لها انت كده بتزغزغيني. باص بيحاول يهدي الامور ولكن بتقوله خليك في حالك انت. باني بتدخل عليهم وبتمسك ليلي، فبتلاقي كل اللي معاها في الدرس بيبعتوا لها. بتصرخ وبتقول لاهلها في واحده من صحابي بعتت لي دعوه حفله مبيت عندها، ممكن اروح علشان خاطري؟ وجيسي بتترمي في الارض ومحدش بياخد باله منها. بيطلعوا بره والكل بيفقد الامل، وجيسي ما بتكونش عارفه تعمل ايه. بيجي الليل والكل بيبقى نايم، وجيسي بتفضل تتسحب لحد لما بتوصل للمكان ده، وبتطلع التليفون وبتتصل على حد. البتاع ده بيرد عليها وبيقول لها عدى الزمن محدش سمع صوتك. فبتقول له قول لودي ان انا عاوزاه. فبيقول لها عيوني. ساعتها وودي بيحاول ينقذ اللعبه دي قبل ما السنجاب ياكله. بيقول له خد نفس عميق وعد معايا من 1 ل3 وبعد كده نط. فبيقول له انط ازاي يعني يا فنان؟ ما البتاع ده هياكلني. فبيقول له يا عم اسمع مني بس. بيبقى متفق مع اصحابه يرموا السنجاب بالجوز، وهو بيمسك اللعبه اللي بيفضل يعيط وبيروح يكلم جيسي. فبتقول له هو الموضوع وصل عندكم انتوا كمان؟ فبيقول لها طبعا، ده كل يوم بنلاقي العاب مرميه، هو في حاجه حصلت معاكم؟ فبتقول له لسه، بس في جهاز احتل كل حاجه في البيت اسمها ليلي، بتاخد كل تركيز باني وبتضيع يومها. فبيقول لها صدقيني نفس كلام في كل حته. فبتقول له والحل ايه؟ فبيقول لها مش عارف، بس الالعاب اتصنعت للعب اما الاجهزه لكل حاجه. بتسكت شويه وبتقول له فاكر ايميلي اللي قلت لك عليها انها سابتني ومشيت؟ فبيقول لها فاكرها. فبتقول له انا حاسه ان الموضوع بيتكرر، الاول كنا بنلعب بعد كده اهتمت بالتليفون وكل بساطه اتخلت عني، ودلوقتي هخسر باني بسبب البتاعه دي. انا بقيت حاسه ان المشكله فيا. في نفس الوقت باص بيتمرن ازاي يعترف لجيسي بحبه، وودي بيقول لها شوف انت عاوزه تعملي ايه وانا في ظهرك. فبتقول له باني مش زي اي طفله، علشان كده انا هروح لحفله المبيت وهلاقي الباني صديقه حقيقيه. ومره واحده باص بيدخل عليها فبتحاول تخبي التليفون وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وودي بيقول للالعاب اللي معاه حضروا نفسكم علشان عندنا مهمه. وساعتها باص بيقول لها جيسي، ولكن بيفضل يتهته. فبيقول لها لو عوزتي اي حاجه انا موجود جنبك. فبتقول له شكرا. وبنرجع لفريق باز الحديث اللي بيوصل للمدينة، وده بيقول لهم النجمة اختفت، لازم نطلع لمكان عالي علشان نشوفها. بيدوروا الونش وبيطلعوا لفوق، بيشوفوا النجمة وبيعرفوا الاتجاه، بياخدوها جري. واول لما بيشوفوا انسان قدامهم لا تلقائي بيترموا في الارض. الانسان بيشوفهم وبيفتكرهم واقعين من الكرتونة، فبيقول عليها الطلاق ما هلم حاجة وبيمشي. وهم بيقوموا وبيسألوا بعض وبيقولوا هو احنا ليه اتجمدنا في مكاننا اول لما شفنا الانسان؟ فبيقول لهم تقريبا كده البشر مش لازما يشوفونا، وبيكملوا طريقهم. في نفس الوقت باني بتبقى محتارة تلبس ايه وبتكون متوترة جدا. بتخرج بره، فجيسي بتستخبى في الشنطة بتاعتها. فليلي بتقول لها هو انت بتعملي ايه؟ فبتقول لها يا رب كل واحد يخليه في حاله. وبتقول لباز عاوزاك تراقب البتاعة دي عقبال ما ارجع. باني بتقفل الشنطة وبتاخدها وبتمشي. بتفتح الشنطة في العربية وبتقول له انت احسن اب في العالم علشان حطيت جيسي والحصان في الشنطة. فبيقول لها انا يا بنتي على فكرة كنت قاصد. بيوصلوا لبيت صاحبتها وباني بتروح لهم وبتقول لهم احب اعرفكم على افضل صديقة ليا وهي جيسي، ولكن بيتجاهلوها وبيكملوا لعب بالاجهزة. فبتسيبهم وبتجري وبترميهم في العربية وبتطلع ليلي من الشنطة وبترجع لاصحابها. وجيسي بتكون هتتشل. ابوها بياخد العربية وبيمشي، ولكن جيسي والحصان بينطوا من العربية وبيطلعوا فوق الشجرة دي. وبتشوف بارني وهي قاعدة وبتلعب بالاجهزة اللي معاها. فجيسي بتتعصب جدا وبتقول ازاي هنلاقي اصحاب وهي بص على طول في البتاع ده. ومرة واحدة الشجرة بتتكسر وتقع في الارض. الست العجوزة دي بتشوفها وبتمسكها وبتقول لجوزها في طفل ضيع اللعبة. فبيقول لها بتقول ايه؟ فبتقول له في طفل. فبيقول لها ماله؟ فبتقول له ضيع اللعبة بتاعته. العجوزة بتشوف اسم ايميلي وكمان العنوان بتاعها، فبتقول له يلا بينا. فبيقول لها بتقول ايه؟ فبتقول له اطلع يا عم. وهم في الطريق جيسي بتحاول تهرب ولكن ما بتعرفش. بيوصلوا للبيت والعجوزة بتحطهم في صندوق البريد وبتقفل عليهم وبتسيبهم وبتمشي.
بيطلعوا بياخدوها جري في المزرعة لحد لما الحصان ده بيشوفهم. جيسي بتجيلها فكرة وبتركب الحصان وبتقول هو ده اللي هيرجعنا للبيت، ولكن الحصان ده بياخدها جري لحد لما بيلبس في المزرعة. جيسي بتتحشر في القش ده وما بتعرفش تخرج، ومرة واحدة الطفلة دي بتوصل وبتروح تطمن على الحصان بتاعها. بتكون ماشية ولكن بتخبط في الحصان بتاع جيسي، بتمسكه وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا، وبتاخده وترجع للبيت. وساعتها بنشوف باز وهو بيظبط الكادر للشوكة والمعلقة علشان لما باني ترجع تشوفهم وتفتكر الفرح بتاعهم. فالبطاطسية ده بيقول له باني برضو ولا بتلمح لجيسي؟ فبيقول له جيسي ايه بس عيب عليك. فبيقول له يا عمي ما تقول لها على طول. والشوكة بيقول لها سؤال بس، هو الفرح هيبقى في قاعة ولا في الشارع؟ فبيقول لهم اخرسوا شوية. ومرة واحدة وودي بيوصل للمكان، ولكن بالابديت الجديد كل الالعاب بتجري عليه وبتكون فرحانة جدا ان هو رجع. فبيقول لهم وانتم كمان وحشتوني جدا. بيقلع الطاقية والصلعة بتاعته بتعميهم. فبيقول لهم في حاجة ولا ايه؟ فبيقولوا لا 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 مفيش. وبياخدوا بالهم ان هو كرش وكبر في السن. وبعدها بيشفط كرشه وباز بيقول له اثبت مكانك، وبيفضلوا يهزروا مع بعض. وبيقول له عدى وقت طويل يا راجل. فبيقول له اول لما جيسي طلبت المساعده جيت على طول. فبيقول له ثواني بس، هي طلبت منك المساعده؟ فبيقول له ايوه يا ابني فيها ايه؟ فبيقول له ازاي وانا المساعد بتاعها؟ شايف النجمه دي معناها ان انا المساعد مش انت، وانت ما عندكش نجمه. فودي بيقول له بص هناك كده. بيبص وودي بياخد النجمه من الشوكه وبيقول له شفت انا كمان معايا واحده. فالالعاب اللي معاه بيقولوا له خلص وقول لنا، وبيسيبوه وبيمشوا. فودي بيقول امال جيسي فين؟ فبيقولوا له راحت هي وباني بيت واحده صاحبتها. فباز بيقول له كل حاجه هنا تحت السيطره، ما تشغلش بالك انت. انا متاكد ان جيسي في منتهى الراحه دلوقتي. بنروح للراحه اللي بتفضل تنادي على الحصان طول اليوم علشان يجي يطلعها، ولكن الخنزير ده بيطلع من بيته وبيروح لها وبيفضل يشمشم فيها. فبتقول له يا عم انت مالك، انا ما ناديتش عليك. بتعرف ان اسمه جيمي فبتستأذنه يعني لو ممكن يطلعها. فبيسمع الكلام وفعلا بيطلعها وبياخدها وبيكون رايح ناحيه البيت. فبتقول له جدع هو ده، ولكن بيدخل يمين وبيرميها في المكان ده وبيقعد قدام الباب. والالعاب بتقول انذار كاذب، دي مش بليز. وبيقولوا لجيسي احنا اسفين جدا على قله الذوق دي، اتفضلي اقعدي. بتيجي تقعد فبيصرخوا وبيقولوا لها لا ما تقعديش هنا، ده مكان بليز. فبتقول لهم يبقى دي البنت اللي انا قابلتها في المزرعه. فبيقولوا لها دي اجمل بنت في العالم، بتلعب معانا وبتحكي لنا كل اسرارها. فبتقول لهم هي بقالها قد ايه ما قعدتش معاكم؟ فالبتاع ده بيقول لها من سنين كل حاجه اتغيرت من ساعه ما ظهرت التكنولوجيا، وبالذات اول جهاز ليها. وبالمناسبه انت قاعده عليه، بتبص تحتيها ومن الصدمه بتدوس عليه بتشغله. فبيقوم وبيفضل يخبط في الكل وبيحضن جيسي وبيكون فاكرها امه. فبتقول لهم هو ماله يا جدعان في ايه؟ فبيقولوا لها البطاريه بتاعته نايمه. بتتعصب وبتضربه وبتقول لهم انا مش فاضيه للهطل ده، بليز بتاعتكم دي خدت الحصان بتاعي ودخلته البيت. فبيقول لها طالما دخل البيت يبقى انا الوحيد اللي اعرف مكانه، والنبي خديني معاكي. فبتقول له مستحيل، كفايه اللي انت وباقي اصحابك عملتوه في الاطفال. فبيقول لها صدقيني مش هتندمي، انا اللي هرجع لك الحصان بتاعك. وبعد زن كتير اخيرا بتوافق وبتشيله وبتروح ناحيه البيت. وساعتها بنشوف فريق باز الحديث وهو ماشي في الغابة، وبيكونوا كل ده رايحين ناحية النجمة دي علشان يرجعوا للكوكب بتاعهم. ولكن بيشوفوا الغزالة دي قدامهم بيعملوا وضع الاستعداد، ولكن بتقرب منهم وبتطلع طيبة جدا وبيحبوها وبيتعرفوا على كل الحيوانات اللي في الغابة. ومرة واحدة كل الحيوانات بتاخدها جري. باز بيبص وراه فبيشوف حد جاي، فالكل بيجري يستخبى في الشجر، ولكن في واحد منهم رجله بتتحشر في الأرض وما بيقدرش يتحرك. بس الحمد لله ما بياخدوش بالهم وبيكملوا، ولكن ابنهم الصغير بيشوفه وبياخده معاه. باقي الفريق بينصدم وكلهم بيروحوا وراه. وفي نفس الوقت بليز بتفتح الباب وتخرج، وجيسي والآلة الحاسبة اللي معاها بتدخل وبتفضل تتسحب بصوت واطي علشان محدش يسمعها. ولكن لما بتركز في البيت شوية بتفتكر حاجة، ولكن مرة واحدة الآلة الحاسبة اللي معاها بتخرف. فبتقول الله يخرب بيتك هتفضحنا، قول لي بسرعة اجيب لك بطاريات منين؟ فبيقول لها الدرج اللي هناك ده. بتفتح الدرج وبتغير له البطارية والصحة بترجع له من تاني وبيفضل يتنطط. بيبص في الدرج فبيشوف اصحابه وبيقول لجيسي لازم نساعدهم. فبتقول له مستحيل، العالم ده مش ناقص اجهزه. فبيقول لها يعني هتسيبيهم في الضلمه طول العمر؟ جيسي بتتاثر وبتروح تركب لهم بطاريات، واول لما بيشتغلوا بيفضلوا يسترجعوا ذكريات الماضي. وساندي بتوريهم كل الذكريات بليز. فجيسي بتقول لهم انا مقدره جدا اللحظه الضعف اللي انتوا فيها دي، بس انتوا بتضيعوا لي وقت مش عندي اصلا. فبيقول لها انا وعدتك اقول لك هو فين، وتقريبا
تقريبا كده هو في الاوضه بتاعتها. فبتقول له نعم هي دي المساعده؟ فبيقول لها ده اللي عندي. فبتقول لهم انا ما عنديش وقت، ده غير اللي انا لسه هحاول ارجع لبوني. فساندي بتقول لها انا عندي فكره نلاقي بوني وترجع لي البيت. فبتقول لها انا مش فاضيه للهطل بتاعكم ده، وبتسيبهم وبتمشي. بتطلع فوق وبتفضل تتسحب بالراحه، ولكن بتلاقي الاجهزه طالعه وراها. فبتقول لهم انتم ايه اللي جابكم؟ فبيقولوا لها علشان نساعدك ترجعي لصاحبتك، هاتي ايدك بس. بليز امها بتنادي عليها فالالعاب بتستخبى، وبيشوفوا بليز وهي نازله، وبتفاجئوا جدا لما بيشوفوها كبرت. جيسي بتسيبهم وبتروح لاوضتها، واول لما بتشوف الاوضه بتسرح في ايام زمان، ايام ما كانت مع ايميلي ومرميه تحت السرير. الاجهزه بتروح لها وبتنصدم لما بتشوف الاوضه مترتبه وكل حاجه في مكانها. فبيقولوا ده احنا فايتنا كتير قوي. فجيسي بتقول لهم فوق ما تتوقعوا، ليه صاحبتكم ما بقتش طفله زي الاول؟ فبيقولوا لها وانت عرفتي منين؟ فبتقول لهم انا شفت كل اللي بيحصل ده قبل كده، وفضلت سنين تحت السرير بشوف ايميلي وهي بتكبر من غيري، وبتوريهم العنوان وبتقول لهم انا كنت هنا قبلكم. ومره واحده بتلاقي الحصان بتاعها وبيبقى مع اصحابه الجداد، بيروح لها والاجهزه بتقول لها يعني انت عاوزه تفهمينا ان انت كنت عايشه في الاوضه دي قبلنا؟ وبيفضلوا يتريقوا عليها وما بيصدقوهاش. فبتقول لهم في علامه في السقف شبه العين، وفي كسر في الشباك شبه العنكبوت، والتل اللي هناك ده في مرجيحه كنا دايما بنلعب هناك. وبتقول الحصان بتاعها يلا نمشي من هنا. فالعبقري بيقول لها العفو. فبتقول انا ما شكرتكش، انت اصلا عملتي لي ايه؟ انتوا اساسا شويه. فبيقول لها قوليها. فبتقول لهم شويه خرده. بليز بتكون جايه فالكل بيجري يستخبى. بتوصل هي والخنزير وبتمسك اللابتوب بتاعها، وصاحبتها بتقول لها انا جايه في الطريق. بتفرح جدا وبتقول ياه اخيرا هشوف صاحبتي. ولكن بعدها صاحبتها بتقول لها معلش مش هعرف اجي علشان هلعب مع اصحابي على الجهاز. بليز بتنصدم، واول لما بتشوف الرساله بتفضل تعيط، وجيسي بتبقى شايفه كل اللي بيحصل. الخنزير بتاعها بيروح لها وبيحاول يهون عليها، فبتقول له انت دلوقتي بقيت صاحبي الوحيد، وبتفضل تلعب معاه. فجيسي بتقول هي دي الصديقه المثاليه لبوني، احنا لازم نعرفها عليها. في نفس اللحظة باني بترجع للبيت وبتكون هتموت وتنام، لأن الأستاذة طول الليل سهرانة بتلعب. بوس بيقول لهم أنا مش مرتاح، هي جيسي فين؟ فالبطاطساية بيقول له ما تقلقش يا عم روميو، هتلاقيها في الشنطة ولا حاجة. باني بتدخل الأوضة وأمها بتقول لها ها طمنيني عملت إيه مع أصحابي؟ فبتقول لها مش عايزة أتكلم في حاجة. بتحط ليلي على الشحن وبتروح تاكل. بوس بيفتح الشنطة ولكن ما بيلاقيش حاجة، فبيقول لليلي هي راحت فين؟ فبتقول له أنا مش فاضيالك دلوقتي. فودي بيقول لها انجزي جيسي فين؟ فبتقول له انت مين انت كمان؟ هي ناقصه عواجيز. فبيقول لها مين ده اللي عجوز يا بت؟ فالشوكه بيقول لها اكمل اصلع يعني يبقى عجوز. فبيقول لها بص يا بت انت جيسي راحت فين وايه اللي مخلي باني زعلانه كده؟ فبتقول لهم الصراحه كده كانوا بيلعبوا الغميضه ونسيوا يدوروا على باني. الكل بينصدم، وودي بيقول لها وانت ازاي تسمحي لهم بكده؟ فبتقول لهم وانا مالي يا عم، العيال اكبر منها في التفكير علشان بقالهم سنين معاهم اجهزه، اما باني ضيعت وقتها معاكم وما اتعلمتش اي حاجه. فباص بيقول لها اخر مره هسالك جيسي فين؟ فبتقول له يا عم وانا مالي، بيجري عليها وهو وودي. فبتقول لهم احسن لكم محدش يلمسني. ما بيسمعوش الكلام وباص بيخبطها، فبتقول لهم اهربوا. بتهكر الجهاز وبتبعت لابو باني رساله وبتفعل الانذار. بيحاولوا يفصلوه ولكن ما بيلحقوش، وباني بتدخل وبتفضل تلعب. ابوها بيدخل وبيقول لها انت متاكده من اللي انت عاوزاه؟ ما بتكونش مركزه وبتقول له اعمل اللي انت عاوزه. فبيروح يلم كل الالعاب في الصندوق ده ما عدا باز وودي وبيركنهم في الجراج. وباز بيكون في منتهى الحزن بسبب ان جيسي مش موجوده. فودي بيقول له ما تقلقش اوعدك اني هرجعها. فبيقول له تعرف كنت نفسي انت اللي تشهد على الجوازه. وودي بيتفاجئ وبيقول له ده شرف ليا، ولكن بيقول له خلاص ولا فيها جوازه ولا شاهد. جيسي مش هتكلمني تاني بعد ما ليلي بوظت كل حاجه. فبيقول له هيحصل ايه يعني لو فصلناها؟ فبيقول له حاولت ولكن ما عرفتش. فبيقول له طب بص عليا، وبيروح يشيل الشحن من مكانه وبيقول له الصبح مش هتبقى مشحونه. فبيقول له يا ابن اللعيبه. وساعتها بنشوف بليز بعد ما نامت وجيسي بتروح تخبط على الاجهزه وبتقول لهم انتوا قلتوا ان انتوا تعرفوا تلاقوا باني ازاي بقى؟ فبيقولوا لها وانت كمان قلت حاجه تقريبا كده، قلت ان احنا ملناش لازمه. بتجيب اخرها وبتكون ماشيه، ولكن الحصان بيمسكها وبيقول لها علشان خاطر استحملي شويه. بترجع وبتقول لهم انا غلطت في حقكم انتم وبليز، مع انها طلعت جميله ومبدعه عكس باقي الاطفال. اخيرا بيرضوا عنها وبيفتحوا الباب وبيقولوا لها كملي. فبتقول لهم باني شبهها بالظبط في كل حاجه، واعتقد ان
هم هيبقوا افضل صحاب في العالم. فبيقول لها اتفقنا، يبقى معاهدة سلام. فبتقول لهم ها هنعمل ايه دلوقتي؟ فساندي بتصورهم وبتقول لهم طالما باني معاها جهاز يبقى اكيد في جروب المدينة. كل الموضوع ان هنزل الصورة على الجروب. فبتقول لهم حلوة قوي، نزلتها؟ فبيقول لها لا لسه بتحمل. فبتقول له طب كده نزلت؟ فبيقول لها لسه. فبتقول له ها؟ فبيقول لها خلاص اتبعتت. فبتقول لهم وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها هنستنى. فبتقول لهم يا دي الزهق. فبيقول لها عيب والله الزهق وانا موجود، هنلعب اللعبة بتاعتي. فبتقول له ده لو علاجك مش هلعب اللعبة دي. فبيقول لها الكل بيقول كده في الاول. ساعتها بنشوف فريق باز وهم خارجين من المية ورايحين ناحية المخيم ده علشان ينقذوا صاحبهم. كل واحد فيهم بيمسك سلاح، ولكن ده بيشوف جهاز وتقريبا كده بيلاقي رسالة اتبعتت. المهم بيهجموا على الخيمة، ولكن بيشوفوا المنظر ده، طفلة تبقى حاضنة صاحبهم وهم بيقرأوا القصة. الكل بينصدم من اللي هم شايفينه، وصاحبهم بيقول لهم انا تمام. ومرة واحدة اللي كان باصص في الجهاز بيقول لهم تعالوا بسرعة. بيروحوا وبيوروهم صورة جيسي والحصان بتاعها، واول لما بيشوفوا النجمة بتاعت جيسي بيفتكروها القائد اللي قتل القائد بتاعهم. بيهكروا الجهاز وبيعرفوا المكان بالظبط علشان يروحوا ينتقموا، وبيقول لهم يلا بينا يا رجاله. وتاني يوم الصبح باني اول لما بتصحى بتمسك ليلي، ولكن بتلاقيها فاصله. فبتصرخ وبتنادي على ابوها وبتقول له انا كده هفوت اللعبه مع اصحابي. فبيقول لها اهدي بس. بيحط الشاحن وبيشحن ليلي وبياخد باني وبيمشي. وباز وودي بيطلعوا من تحت السرير وبيقولوا الخطه الاولى كده خلصت، يلا بينا على تانية عقبال ما الاموره تفوق ونتكلم معاها. وبنرجع لجيسي اللي بتفضل تلعب، والبتاع ده بيقول لها بوس ايدك ارحميني، مش قلت مش هلعب؟ فبتقول له صدقني دي اخر مره. فبيقول لها استحاله كفايه كده. فبتقول له لعب؟ انتوا فاكرين ان ده كده لعب؟ عمركم ما شفتوا بليز وهي بتلعب مع الالعاب بتاعتها؟ فبيقولوا لها لا عمرنا. فبتقول لهم انتم بقالكم قد ايه معاها؟ فبيقولوا لها ياه بقالنا كتير، تقريبا كده شهر وشويه. فبتقول لهم شهر؟ دي مده قصيره جدا، انتوا فايتكم كتير. فالعبقري بيقول لها اثبتيلي. فبتقول لهم من عيني. بتخلي الخنزير يصحيها وبتعكش الشمس عليها. فبليز بتاخد بالها من جيسي وبتروح تمسكها وبتكون مبسوطه جدا. بتبص لباقي الحصنه وبتجيلها فكره، بتحطهم في الارض وبتحط باقي الحصنه جنبهم، والاجهزه بتبقى شايفه كل اللي بيحصل وبيقولوا الحقوا يا جدعان بليز شكلها هتلعب. بتبدا تلعب وبيروحوا لعالم الخيال، ولكن الخنزير بيتحرك وبيبوظ كل حاجه. فبليز بتقول له ليه كده يا عم؟ ولكن بيسيبها وبيروح يجيب الاجهزه. فبتقول له والله خير ما عملت، وبتكمل لعب بالاجهزه. وبنرجع تاني لعالم الخيال، والعبقري بيرقص مع جيسي وبيبقوا عمال سريين وبيفضلوا يدوروا على القنبله. وسنابي بتقول لها في خاين وسطنا. فالحصان بيفضل يضحك وبيفعل القنبله وبينط من الشباك. فجيسي بتقول فين القنبله؟ بيسمعوا الصوت اللي بيبقى طالع من العبقري والقنبله بتبقى مزروعه فيه. وفي نفس الوقت ليلي بتفوق وبتقول لهم انتم عملتوا ايه؟ فوودي بيقول لها اللي هنعمله تاني لو ما قلتيش جيسي راحت فين. فبتقول له صحاب باني بيلعبوا من غيرها، لو ما بعتوش عني هفعل الانذار. فوودي بيقول لباز هات لي سامي وتعالى. وسامي ده بيبقى تقريبا كده سحليه. وليه بقى؟ عشان صوابع الالعاب ما بتتحكمش في الشاشات الاجهزه. فالمعلم سامي ما قصرش معانا، بيقفل الصوت لليلي. ومره واحده في رساله بتيجي بعنوان صاحبه الحصان. واول لما ليلي بتشوف ان الرساله وصلت بتهجم عليهم، والمعلم سامي وهو بيجري منهم بيشغل الصوت تاني. بتمسح الرسالة وبتقول لهم انا هرجعكم الجراج من تاني. فودي بيقول لها يا ليلي. المعلمة بتكون متبرمجة وبتقول لهم ازاي ممكن اساعدكم؟ الاتنين بيفهموا. وباص بيقول لها رجعي الرسالة. فبتسمع الكلام وبترجع الرسالة. بتفوق وبتاخدها جري منهم، ولكن بيقولوا لها يا ليلي افتحي الرسالة. بتسمع الكلام غصب عنها وبيشوفوا جيسي فبترجع تهرب تاني، ولكن بيأمروها تبعت الرسالة للكل. الصورة بتطبع وبتترمي في الارض على امل ان باني تشوفها، ولكن ليلي بتهكر المكنسه وبتخليها تروح تقطع الصوره. باني بتدخل الاوضه وبتمسك ليلي، وامها بتدخل وراها وبتقول لها الحقي في حد لقى جيسي والحصان بتوعك. وباز وودي بيفرحوا جدا، بياخدوها جري على الجراج وبيفضلوا يدوروا على جيسي. فباني بتقول مين اللي شال الالعاب في الجراج؟ فابوها بيقول لها انت اللي قلتيلي. فباني بتقول لهم جيسي مش موجوده. وبنرجع لجيسي اللي بتحاول تفك القنبله وبتحتار تدوس على ايه، وعلى اخر لحظه بتدوس على رقم 2. كل حاجة بتنفجر وبليز امها بتنادي عليها فبتسيبهم وبتمشي. الاجهزة بتصرخ من الفرحة وبيكونوا مبسوطين بسبب الخيال اللي كانوا فيه. بيروحوا للعبقري اللي بيفضل يعيط وبيقول لهم انا عمري ما حسيت بالاحساس ده قبل كده. وبيقول لها هي دي حياة الالعاب يا مأمورة؟ فبتقول له ايوه بس ثواني انت قلت لي يا مأمورة من غير ما تتريق عليا. فبيقول لها اي خدمة. فبتقول له بليز بتلعب زي باني بالظبط، دول هيبقوا احسن صحاب. ومرة واحدة العبقري بيقول لها باني شافت الرسالة وقالت انها جاية.
الكل بيفرح وبيقول اخيرا الاتنين هيقابلوا بعض. بوني بتجري على العربيه وبيبقى معاها امها، وودي بيقول لباز خليك انت هنا، فبيقول له اشمعنى انا يعني اللي اقعد، فبيقول له عشان انا عندي خبره اكتر. الاتنين بيشدوا مع بعض وبيروحوا هما الاتنين وبيتشعلقوا في العربيه. ليلي بتتضايق من اللي بيحصل، فبتنزل صورة جيسي والحصان على الجروب بتاع اصحابها وبينزلوا عليها تريقة وبيقولوا عليها طفلة صغيرة وبتعيط عشان ألعابها ضاعت. وبوني ساعتها بتزعل جدا. وفي نفس الوقت بيوصلوا البيت بليز، وجيسي بتفرح جدا وبتبدأ تودع الأجهزة هي والحصان بتاعها. وبوني بتنزل من العربية بالعافية، وباز وهودي بينزلوا هما كمان وبياخدوها جري. الباب بيخبط وبيقول لهم احنا جينا علشان ناخد ألعابنا الضايعة، وبتوريها الصورة. وباز وهودي بيراقبوهم من بعيد. بليز بتروح تجيب جيسي والحصان وبتنزل لتحت. بتبص لبوني ولكن بتتكسف وبتخاف تتكلم، فبليز بتحاول تتعرف عليها ولكن بوني ما بتردش. فبتقول لها دول ألعابك. بتسكت شوية وبتفتكر تريقة صحابها وبتقول لها انا مش عاوزة الألعاب علشان الحاجات دي ادمت دلوقتي. فبليز بتقول لها اي نعم هي قديمة بس اكيد ليهم معنى كبير عندك. بتسكت شوية وبتقول لها لا انا مش طفلة خليهم معاكي. الكل بينصدم حتى ليلي هي كمان، وبوني بتفضل تعيط وبتجري على العربية. فبليز بتقول لها لو غيرت رأيك ابقي كلميني. هي فعلا بوني افضل صديقة لبليز، لكن قبل ما تتغير وقبل ما تمشي ورا اصحابها. مش معنى ان الاغلبية بيعملوا حاجة يبقى هي دي الصح، في حاجات كتير اهم من التليفون والنت. المهم بوني بتكون ماشية وجيسي بتفتكر لما ايميلي سابتها ومشيت. نفس المشهد بيتكرر تاني قدامها ولكن مع شخص مختلف. بليز بتدخل جوه وودي بيقول هو ايه اللي حصل دلوقتي ده، وليلي ساعتها بتحس انها بوظت كل حاجة. وبليز بتطلع وبتحط جيسي على المكتب وبتسيبها وبتنزل. فجيسي بتفضل تزعق وبتقول الحصان بتاعها يلا بسرعة علشان نلحقها قبل ما تمشي، وبتفضل تزق فيه ولكن بيقف وبيقول لها خلاص يا جيسي هي مش عاوزانا. الأجهزة بتروح لها وبتقول لها انت كويسة ما تزعليش نفسك هي اللي سابتكم. فبتقوله ده بسببك انت وكل اللي شبهك. الأجهزة بتخلي الأطفال تكبر بسرعة. أنا حاولت أغير كل ده ولكن معرفتش. بتزقه وبتوقعه في الأرض وبتنصدم من اللي هي عملته. والعبقري بيقوم وبيقول لها ايدك تقيلة قوي ولكن ما بيلاقيهاش. بتبقى واقفة على الشباك وبتقول له انا اسفة مش انت السبب انا اللي ماليش لازمة. بتنادي على الحصان وبتنط من الشباك وبتاخدها جري. فالحصان بتاعها بينط وبيروح وراها. في نفس الوقت باز بيقول له احنا لازم ندخل جوه باي طريقة وبيسيبه وبيمشي. ومرة واحدة فريق باز الحديث بيروح لوودي وبيقول له اوعى تتحرك من مكانك وبيهجموا عليه. بيفوق في المزرعة وبيلاقي نفسه مربوط والخنزير تحتيه. فبيقول لهم هو في ايه يا جدعان؟ فبيقولوا له اخرس يا خاين انت والعميل زورج قتلتوا القائد بتاعنا. وباز بيبقى واقف وسطهم وبيقول لهم ثواني ده مش الخاين. فبيقولوا له امال مين العجوز ده؟ فوودي بيقول هو ليه الكل بيقول عليا عجوز؟ فباز بيقول لهم العجوز ده يبقى لعبة واحنا كلنا العاب نزلنا الكوكب ده علشان نسعد الاطفال. الكل بينصدم وودي بيقول له خلاص يا عم الحاج بموت. وباز بيقول لهم وجيسي دي تبقى القائدة بتاعتنا ولازم نحتل البيت ده وننقذها هي والحصان بتاعها. فبيقولوا له انت تعرف كل ده ازاي؟ فبيقول لهم علشان انا مساعد القائد. فبيقولوا له امال العجوز ده يبقى مين؟ فبيقول لهم ده المساعد بتاع المتقاعد. وبيقول لهم بالمناسبة زورج هيطلع ابونا في الاخر. كلهم بيعيطوا وبعد كده بياخدوها جري للبيت. بيفضلوا يتسحبوا وبيسمعوا حد نازل فبيستخبوا وبعد كده بيكملوا. بيطلعوا لفوق وبيدوروا في كل حتة في البيت ولكن برضو ما بيلاقوش حاجة. ومرة واحدة بيطلعوا الأجهزة من جوه. باص بيروح له وبيقول له انت مخبي جيسي فين؟ فبيقول له ثواني بس اولا احنا اصحابها. فبيقول له انت فاكرنا عبيط فين جيسي؟ ولكن وودي بيهديه وبيقول تقريبا كده احنا كلنا بندور على نفس الحاجة. ولكن ساندي بتقول لهم انا شفتها وهي رايحة للتل اللي هناك ده والمسافة بعيدة جدا فبالتالي هنحتاج حاجة توصلنا لهناك. ولكن فريق باص بيوريهم الحصنة. الكل بينصدم من عددهم وباص بيعجبه الحصان ده. في نفس الوقت بوني بتبقى راكبة العربية ولسه بتعيط. فأمها بتقول لها هو في حاجة حصلت أو حد ضايقك من أصحابك؟ فبتقول لها الصراحة أيوة. فبتقول لها ممكن توريني؟ بتديلها الجهاز وبتشوف كل التريقة اللي قالوها وبوني بتفضل تعيط. فأمها بتهديها وبتقول لها انت تعرفي ان انت ممكن تتكلمي معايا في أي حاجة مضايقاكي علشان أنا بحبك وبخاف عليك بجد، والصديق الحقيقي مش هيبقى عاوز يغيرك وهيحبك زي ما انت وعمره ما هيقول حاجة
حاجة تضايقك، دول مش صحاب حقيقيين. ليلي بتسمع كل الكلام ده وبتبقى في منتهى الحزن، وبتفهم ان الالعاب كانت عندها حق. بينزلوا علشان ياكلوا ايس كريم وباني بتفضل تعيط، فليلي بتركز مع العربية دي وبتكون ناوية على حاجة. باني بتروح لامها وليلي بتفضل تتسحب لحد لما بتنط في الكرتونة دي. الراجل بيشيلها وبيحطها في العربية وبياخد ليلي وبيمشي، وبتشوف باني وهي بتدور عليها. ساعتها بنرجع لجيسي اللي بتبقى قاعدة عند الشجرة اللي كانت بتلعب فيها مع ايميلي، وبتكون زعلانة جدا. ومرة واحدة الحصان بتاعها بيروح لها وبيفضل يحضن فيها، فبتقول له انت ايه اللي جابك؟ كنت المفروض تفضل هناك. فبيقول لها طول ما انا معاكي انا مبسوط. فبتقول له صدقني انا مش هعرف ابقى مع طفل تاني. وفي الاخر اكتشف ان ولا حاجة بالنسبة له. فبيقول لها بص هناك كده. بتبص فبتلاقي مكتوب على الشجرة هنا تركض جيسي. فبتقول له بس انا ما كتبتش الكلام ده. بتركز اكتر وبتشوف حاجة موجودة في الارض. بتنادي على الحصان وبتخليه يحفر في الارض، وبيطلع الصندوق ده. بتفتحه وبتقول الحاجات دي مش بتاعت ايميلي، الحاجات دي احدث. بتفتح الصورة دي وبتشوف ايميلي بعد ما كبرت وبتكون مع بنتها. بتلف الصورة فبتلاقي مكتوب عيد ميلاد سعيد يا جيسي من امك ايميلي. فجيسي بتقول ايميلي سمت بنتها على اسمي. بتفرح جدا وما بتكونش مصدقة، وبتقول ده معناه ان ايميلي ما نسيتنيش. ومرة واحدة الحصان بيجري وباز وودي بيوصلوا اللي بيبقى راكب الحصان ده. فبتقول لهم انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ فباز بيقول لها علشانك، وودي بيقول لها مش احنا بس اللي جينا، باقي فريق باز بيوصل والاجهزة معاهم. وفي حاجة غريبة بتحصل، فريق باز اول لما بيشوف جيسي كلهم بيعجبوا بيها. فباز بيقول لهم على هذا يا رجالة دي بتاعت انا. وبيقولوا لها شوفي عاوزة تعملي ايه واحنا معاكي. بتبص على الجزمة بتاعتها اللي بيبقى مكتوب عليها باني، وبتقول لهم المشكلة مش فيا، باني بتكبر واحنا كنا معاها في طفولتها، بس اكتر حاجة مزعلاني انها وبليز ما بقوش صحاب. بتجيلها فكرة وبتقول لهم ثواني احنا ممكن نخلي ليلي تكلم بليز. الكل بينصدم علشان ازاي بعد كل ده تخليها تساعدهم، ولكن في نفس الوقت ليلي بتبعت لجيسي وبتقول لها انا بجد اسفة، انا اخترت الصحاب الغلط لباني وهم اذوها. فجيسي بتقول لها احنا ممكن نصلح كل حاجة. فبتقول لها مش هعرف، انا رميت نفسي في عربية تبرعات علشان ما اذيش باني تاني. جيسي بتتضايق جدا وبتقول لهم لازم نروح نجيبها. وطبعا الكل بيفضل مصدوم، وبتقول ليلي ابعتي صورة للمكان اللي انت فيه. بتبعت وبتعرف مكانها فين، وده طبعا بسبب ان الاجهزة بيساعدوها. وبتقول للكل تعالوا ورايا، ولكن باز بيقول لها كنت عاوز اقولك على حاجة. فبتقول له بعدين تعالى بس. بيطلعوا على الطريق وليلي بتفضل تبعت لهم صور المكان اللي هي فيه، وبيفرحوا جدا لما بيعرفوا ان هم قريبين منها. في عربية بتكون معدية فكلهم بيترموا على الارض. بيكملوا طريقهم ولكن بيلاقوا قدامهم بيت والمفروض يبقى فيه طريق. فجيسي بتقول لهم مفيش وقت يلا بينا. بيدخلوا البيت وربنا بيسترها معاهم وبيطلعوا على الطريق وبيشوفوا العربية اللي فيها ليلي. كلهم بينطوا جواها وبيفضلوا يدوروا عليها لحد لما بيلاقوها. وبتقول لجيسي خلاص الوقت فات. فبتقول لها مش وقته صعبانيات خالص، لازم نصلح اللي انت عملتيه. ولكن بتقول لها مش هعرف، وبتوريها اللي حصل مع اصحاب باني. فبتقول لها يبقى تساعديني، انا لقيت صديقة لباني شبهها بالظبط، بس الاول لازم نخرجك من العربية دي. ولكن بيبقى الوقت فات والعربية بتطلع على الطريق السريع والكل بيبقى مرعوب ومش عارفين هيعملوا ايه. فليلي بتجيلها فكرة وبتهكر نظام فريق باز وبتعدلهم وبتخليهم يبقوا طيارات، وكل واحد فيهم بيمسك لعبة وبيعرفوا بيهربوا من العربية. وجيسي بتقول لها ارجعي للبيت وبعت رسالة لبليز وانا هروح لها ونخليهم يتقابلوا ويبقوا احسن صحاب في العالم. فبتقول لها طب لو باني رفضتها تاني؟ فبتقول لها يبقى عملنا اللي علينا. وفعلا بيمشوا، ولكن باز بيقول لها استني كنت عاوز اقولك على حاجة. ولكن بيفضل يتهته، فبيقول ما تجمد كده يا باز في ايه؟ فجيسي بتفهم هو عاوز يقول ايه فبتشده وبيحصل اللي بيحصل. الكل بيبقى في منتهى السعادة وبيرجعوا علشان يعملوا الخطة. وفعلا بيحطوا ليلي في العربية وبتبعت الرسالة لبليز. وعلى الناحية التانية كل الالعاب بترجع لمكانها. بليز بتصحى وبتشوف الرسالة اللي ليلي بعتتها، وطبعا بتفتكر ان باني هي اللي بعتتها. بتفرح جدا وبتقول لها انا جايالك وكمان هنلعب مع بعض. ابو باني بيلاقي ليلي فبيديها لباني، ومرة واحدة الباب بيخبط وما بتفتح وبتطلع بليز. واول لما باني بتشوفها بتتوتر جدا وبتمسك ليلي وبتروح علشان تسلم عليها، والالعاب بتفضل مراقباها. وبليز بتبقى ماسكه جيسي والحصان وبتقول لها يلا علشان نلعب، ولكن باني بتقول لها انا خلاص بطلت العب بالالعاب دي. فبتقول الجمله اللي باني كانت بتقولها زمان ولكن ما بتديش اي ردة فعل. فبليز بتتحرج جدا وبتقول لها انا اسفه وبتسيبها وتمشي، وكل الالعاب بتنصدم وبتكون في منتهى الحزن. ولكن مره واحده باني بتنده عليها وبتروح لها وبتاخد منها جيسي وبتقول لها بصراحه كده جزمتك عجباني جدا، وبتقول لها وانت كمان شعرك حلو جدا. وبيفضلوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. واهل باني والالعاب
الالعاب بيكونوا في منتهى السعاده، وباني بتاخد بليز جوه علشان يلعبوا مع بعض، وهم ماشيين بيشوفوا باز مرمي في الارض. فباني بتجيلها فكره وبتعمل فرح كده على الضيق للاستاذ باز والفنانه جيسي. الكل بيعيط وجيسي بتلبسه خاتم ام باني وبتقول له تقبل تتجوزني؟ فبيقول لها طبعا. بتقاطعهم ام باني وبتقول لهم ما شفتوش خاتم جوازي؟ فبيضحكوا وبيقولوا لها لا، وبيروحوا علشان يجيبوا ورد من تحت. وليلي بتقول لهم ابسطوا، خدوكم كام واحده بورتريه حكايه. فبتقول لها شكرا يا ليلي. فبتقول لها بس الواد باز ده حاجه طول وعرض وحاجه تشرف. العيال بيرجعوا وبيخلوا باز يدي الورد لجيسي، بيكونوا خلاص هيتجوزوا، ولكن مره واحده الديناصوره دي بتوصل وبتقول لهم الجوازه دي مش هتم علشان الخاين ده يبقى ابو عيالي. الكل بينصدم وجيسي بتديله بالقلم وبتقول له انت كداب. يفضلوا يلعبوا وودي والجماعه بيروحوا علشان يباركوا لهم وبيرجعوا تاني لمكانهم، والالعاب بيفضلوا طول الليل يتفرجوا على صور الفرح. وباني الجلاله بتاخدها وبتقول لي بليز ايه رايك لو تباتي عندي النهارده؟ فبتقول لها موافقه طبعا. والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده علشان بيبقوا شبه بعض، وتوأم اول لما بيشوفوهم بيلعبوا ومبسوطين جدا بيروحوا هم كمان يلعبوا معاهم. وبكده اخيرا باز وجيسي اتجوزوا، وباني لقت واحده شبهها في كل حاجه مش زي اللي اتريقوا عليها، وبكده الكل هيعيش في سعاده.